النهاردة بقى عملت زبادي كان روعة بطعم الفراولة، وعملت منه السادة. عملت جزء في الطواجن وجزء اللي هو بالفراولة عملته في الكوبايات. بس مش عايزة اقول لكم رجع لي الايام زمان، والطواجن وطعم الزبادي البلدي مش عايزة اقول لكم حكاية. لازم تجربوه. وكمان رمضان قرب، ولازم طبعا الزبادي ده كل يوم بيبقى على السفرة بتاعتك، فتبقى محتاجة زبادي كتير. فليه طيب ما نوفر كل ده ونعمله في البيت، وحاجة انت ضمناها وعارفاها وبيتي وجميلة. كل اللي هتعملي هتجيبي كيلو لبن من الحليب، انا جبت الجاموسي. كل واحد براحته بقى على حسب اللبن اللي هو عايزه، اللبن الجاموسي او اللبن المبستر براحته. بس انا غليته كويس جدا وسبته بقى على جنب لغاية لما يبرد خالص، يبقى فاتر زي ما دمعة العين كده. وبعد كده كان عندي هنا حوالي يعني اكتر من ربع كيلو كده من الفراولة. رحت منضفه غسلاها ومنضفاها زي ما انتم شايفين، وقطعت الجزء الفوقاني وحطيت عليها نص كوبايه من السكر، وهحطها على البوتاجاز لغايه لما زي ما انتم شايفين. بصوا السكر ابتدى ينزل، والميه بتاعه الفراوله بوريكم المراحل بتاعتها. دلوقتي لما ابتدت يعني هتبتدي تخش في الكرمله، حطيت نص ليمونه، وهسيبه بقى على البوتاجاز لغايه لما بيبقى، بصوا بقى بيوريه ازاي، بصوا بقى عامل ازاي. طبعا مبقاش فيه نقطة مية خالص. وبعد كده بقى بتحطيه في اي طبق وبتركنيه لغاية لما يهدى هو كمان كويس كده. كده يبقى احنا هنسيب اللبن يبرد خالص، اوعوا تعملوه يا جماعة وهو سخن مش هينفع. وكمان الفراولة هي خلاص جهزت. بتكون انت بقى محضرة كوباية زبادي بالنكهة اللي انت عايزاها. يعني في ناس بتحب الزبادي المغلف عشان ياخد نفس الطعم، هي دي الخميرة بتاعتي. انا بصراحة جبت طاجن من الزبادي البلدي عشان اطلع نفس الطعم بتاع الزبادي البلدي. انا جبت كوباية صغيرة، حطيتها على كيلو اللبن. وبعد كده بصوا انا هنا بشوف ان هو برد ولا لا، لقيته خالص برد خالص. جبت هنا دي كوبايه صغيره بتاعه الزبادي، هحطها في اي حاجه وهنزل بيها. وبعد كده بنزل بقى بحبه من اللبن في الكوبايه دي، وهضربه بالهاند بلندر عشان ميبقاش فيه اي تكتلات، وعشان يبقى ناعم خالص ما يبقاش فيه كده حتت موجوده في الزبادي. بصوا بنفس الطريقه دي الموضوع سهل جدا وبسيط، بس مش عايزه اقول لكم موفر جدا جدا. وعايزه اقول لكم الزبادي دوت يعني حاجه سهله وبسيطه، وكمان بيبقى خفيف بالليل كده لو حبيتي ان انتي ما تتعشيش وتاخديه. انا عملت خلطه رهيبه من الزبادي دوت، وهقول لكم في الاخر انا عملت ايه. انا دلوقتي بعد ما ضربت الزبادي مع اللبن، نزلت بيه تاني على كميه اللبن الباقيه، ورحت ضرباه بالهاند بلندر مره تانية كله بقى مع بعض، عشان برضو اضمن ان مفيش اي تكتلات فيه. وبعد كده الطواجن بتاعتك بتكون ناشفة، يا ريت ما تكونش مبلولة. وزي ما انتم شايفين بصي الطواجن اصلا مش عالية يعني، وبصراحة جميلة قوي نفعتني. بتبتدي ان انت بقى تشوفي الكمية اللي انت عايزاها في الطواجن. انا عملت 5 من الطواجن دول، و5 من الكوبايات اللي حطيت الفراولة الاول اللي انا عملتها من تحت، وبعد كده حطيت فوقيها بقى الزبادي بتاعي. طبعا بس وريت لكم بس كام واحدة بس، لكن انا هما طلعوا 5. وبتصبي بقى خليط الحليب بتاعك بتاع الزبادي كويس كده، وبتخلصي بقى الكمية كلها بتاعتك. وبعد كده بترصيهم بقى في قلب صينية زي ما انتوا شايفين، وبتجيبي بقى الكاتل بتاعك بتمليه مية مغلية وتروحي صبة في الصينية. بس اهم حاجة ما تطوليش الطاجن ولا الكوباية، بيبقى نصه كده. وبتسيبيه بقى في البوتاجاز، بتكوني مدفياه لمدة 5 دقايق، وبعد كده تطفيه وتحطيه وتغطيه. تسيبيه 5 6 ساعات مش اكتر من كده، وبعد كده تحطيه في التلاجة. طلع بالمنظر الجميل زي ما انتوا شايفين. بصوا الحلاوة والجمال، مش عايزة اقول لكم الطعم روعة. والزبادي بص الفراولة من تحت، ومش عايزة اقول لكم كانت جميلة. عامله ميكس كده الزبادي والفراوله تحت مسكره، مش عايزه اقول لك كانت حلوه قوي. طبعا انا جبت بقى كورن فليكس وجبت كمان موزايه وحبه قرفه، وعملت بوله كده اتعشيت بيها. كانت روعه وخرافه، مش عايزه اقول لكم كان حاجه كده وهم. الفراوله مع الزبادي مع الموز مع الكورن فليكس ورشه القرفه، اتعشيت بيه. انتوا كمان اعملوا الطريقه دي واحفظوها عندكم. باي باي.